قال ابو قاسم الباد داعب اول ما قالي بكتب ابيات لاصحاب الوفاء والجماله بهدي الشوق والتقدير مني لخالي صاحب الطيب والأخلاق مولى الأصالة ابن الأجود على الجوداته ما يباله مكرم الضيف لا جاء من حلاله وماله شهم معروف أبو غسان ما له مثالي رافع الرأس متعالي وانعم بحاله. هذه الشيلة كلمات الشاعر أبو قاسم نواف محمد أحمد الدبيشي، وهي مرسلة لخاله أبو غسان علي صالح حسين الدبيشي، والكلمات تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أبو عبد الورد، هندسة وإخراج هشام الكوماني. مع تحيات تسجيلات الكون. يلا ادعوك بالرجال تنضاق حالي يوم ذا الوقت ما خلى لمخلوق حاله سيد الهم في فكري وزاد انشغالي وقت عياب خلى القلب يشعل شعاله غير الحلو طعمه مر والمر حالي وانزل الجيد وعلى فيه مولى الفسلة بدل الوضع واصبح وضع واطي وعلي حد براس الجبل حطه وواحد سفلا قال ابو قاسم الباد داعب اول ما قالي بكتب ابياتي لاصحاب الوفاء والجماله بهدي الشوق والتقدير مني لخالي صاحب الطيب والاخلاق مولى الاصاله ابن الاجود على الجوداته ما يبالي مكرم الضيف لا جاء من حلاله وماله شهم معروف ابو غسان ما له مثالي رافع الراس متعالي ونعم بحاله انا اشهد انه جبل شامخ على العزة علي في سما المجد سطر سيرته في رحاله له مكانه وسط قلبي وله قدر قلي رحمته زايده بالكبد ما حد مثاله في صميمي وصمامي وذكره ببالي حز قلبي ونالا الحضر الكل نالا محزمي ساعة الشدة بسود الليالي تاج راسي علي صالح وراسي في داره وافتخر فيه واتشرف بكامل خوالي والولد يفتخر بالجد لو كان خاله نسأل الله ربي يحفظه ذو الجلالي حفظ الطير في جوه ويحفظ عياله واسأله واطلبه يحفظ جميع الأهالي لا يغير على حال منهم طيب حاله والف صلوا على المختار سيد القوالي شفع الناس من نيران حمرا كلالا والف مني تصل طيبه في اول وتالي من فؤاد